السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كنت وعداكم ان احنا نعمل مع بعض صوصات الحلويات. هنعمل النهارده مع بعض صوص الشوكليت وصوص الشوكولاته البيضاء. مكونات سهله جدا، اقتصاديه. بأبسط طريقه جدا ممكن تعمليها، وفي 10 دقايق بس يبقى عندك احلى صوص شوكولاته تقدري تستخدميه في الكيكات، في اي حاجه، دوناتس، في كل حاجه. تعالوا بينا نتعرف على المقادير. طبعا انا هنا بستخدم كوبايه معياريه موحدة لكل حاجة. معايا كوباية من الكاكاو الخام البني الفاتح، مش الدارك. معايا 3/4 كوباية سكر بودر، كوباية حليب باردة، و3/4 كوب زيت. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنجيب الخلاط بتاعنا كده، الدورق بتاعنا، وهنبدأ ننزل بالمكونات دي. معايا 1 كوباية حليب زي ما انتوا شايفين. الحليب اللي معايا كامل الدسم، وطبعا يفضل اللي هو يكون كامل الدسم. معايا هنا 1 كوباية إلا ربع من زيت الذرة او زيت عباد الشمس، زيت نضيف يعني. اهم حاجه ما يكونش من زيت التموين عشان بيبقى فيه ريحه كده مش عايزينها في قلب الصوص بتاعنا. بعد كده السكر البودر، ودينا الاهم حاجه كوبايه من بودره الكاكاو الخام الفاتح. ليه فاتح؟ عشان يدينا التست النوتيلا الفاتح. لو جبتيه غامق او عليه سكر زي المشروبات كده مش هيديكي نفس التست اللي احنا عايزينه. تمام، بننزل بيه كده. بسم الله. كده معايا المكونات كلها بقت تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ نجيب الخلاط بتاعنا كده، وهنبدأ نضربه. هنبدأ نضربه دلوقتي مش اقل من 10 دقايق على سرعة مرتفعة. انا بس عايزة ايه اوريكم القوام بتاع الكريمة بتاعت الشوكولاتة بعد ما اتضربت. شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايبي؟ كده هي بقت جاهزة اللي احنا ننزلها في العلبة بتاعتها. شايفين نازلة عاملة ازاي؟ ما شاء الله. انا دلوقتي هروح احطها في العلبة بتاعتها ان شاء الله، ونشوف المقدار بتاعنا عمل قد ايه من كريمة الشوكولاتة او صوص الشوكولاتة. شايفين معايا؟ شايفين كوباية من الكاكاو عملت معايا قد ايه من صوص الشوكولاتة؟ عملت معايا كل الحاجات الجميلة دي. شايفين القوام؟ شايفين انا بقطع ازاي؟ شايفين؟ ولا غلطة. صوص بيتكلم عن نفسه يا جماعة والله. جربوه يا جماعة، هتحبوه جدا وهيعجبكم جدا. القوام مش عايزة اقول لكم ولا المحلات والله. ده مش شكر فيه، الفيديو ظلمه. اللي حب الفيديو ما ينسينيش في اللايك والشير واشتراك القناة. هناخد فاصل كده صغنن، هروح اجهز معاكم بقية المقادير بتاعة صوص الشوكولات وارجع لكم. انا هنا جهزت مقادير الصوص الابيض، صوص الشوكولات الابيض. معايا 1 كوباية إلا ربع سكر بودر، 1 كوباية إلا ربع لبن بودر، كوباية زيت، كوباية حليب. تمام كده. وطبعا ما ننساش الفانيليا، رشة فانيليا بسيطة خالص. هننزل بالمقادير: الحليب البودر والسكر البودر. طبعا عايزه اقول لكم ان الصوص ده ما بياخدش 5 دقايق بالظبط، بيبقى جاهز معانا، واحلى صوص وانضف حاجه تقدري تستخدميها، ورخيص جدا بمواد بسيطه جدا موجوده في البيت. تقدري تعملي منه احلى صوص وايت شوكليت.
وادي كوبايه الحليب. تمام كده. احنا دلوقتي هنروح نضربه كويس جدا في الخلاط لمده 10 دقايق وهرجع لكم. طبعا هو لسه اهو زي ما انتوا شايفينه، هو جامد وكل حاجه، بس ايه القوام بتاعه خفيف شويه، لسه عايز يتضرب كمان شويه. بس احنا نقدر ممكن نستخدمه في كل حاجه، تغليفات الكيك، تغليفات الدوناتس، وش الوافل، هيبقى جميل جدا. انا كمان هضربه كمان شويه 10 دقايق كمان عشان يتقل معايا زي صوص الشوكليت، وهرجع لكم تاني. تمام. شايفين يا جماعه كده الصوص معايا خلاص، شايفين القوام اهو تقل معايا خالص وبقى جاهز للاستخدام. هنفضيه دلوقتي في العلبه بتاعته وهنشوف القوام بتاعه هو نازل عامل ازاي. يلا بينا اهو نعمل كده. شوفوا بقى معايا، طبعا احنا شفنا قوام الشوكولاته البني، نشوف بقى الشوكولاته البيضاء نازله معانا ازاي. شايفين انا عايزه اقول لكم هي اصلا تقيله جدا، اظن احنا شايفين دلوقتي نازله ازاي. من كوبايه لبن بودر، كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، عملنا كوبايه حليب، احلى صوص شوكولاته بيضاء. انا هروح اكمل وارجع لكم. دي بقى الكميه اللي طلعتها لنا، كوبايتين الحليب. شايفين الحلاوه، شايفين القوام، احلى صوص شوكولاته ابيض وبني هتعملوه في البيت، نظافه، اقتصاد، صحي، امن على صحه اولادنا. ممكن نستخدمه ونعمله ساندوتشات مش حلويات بس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عارفه الوصفات بتاعتي كتير بسيطه، هتعجبكم ان شاء الله. اعتمدوا وصفه الصوص ده هتحبوه جدا. باي باي.